أدناس نهار غيثما غايجن كلمة تقيم ديال التاريخ نعرف كتا كلمة نيغ العبارة الأوباش التصنيودان تغير المصدر نيغ مار الشين تغير المصدر الكلمة يا هو الحسن الثاني نتي تستعمل بالنسبة للشين تستعمل ذا مزوار نهارا نكشف يجن السر نغنيت أنه واتيشا الحسن الثاني يستعمل ذا مزوار كلمة تستعمل قبر غادي يخرق الحسن الثاني يجن تحية مغار كنو مرة ثوانا الريف مشكين خاص ربدا ذي تخرازين خو مزروين الريف ذا مزوان خصو تقصر حالي حد نزيد التاريخ تغيما باري التاريخ ديش الصفحة ديش الفترة التاريخ الإنسان أي واحد أي إنسان يتغيما التاريخ مجزء إلى فترات دين فترات تيري على بال ما مشي قال تثق في الناس فترات النغنيت بنادم تيري غائب ديشان تأثيرات النغنيت أموت كاع الحياة مولاي محمد عبد الكريم الخطابي تادا مزوار زمرانيني يستخدم العبارية الأوباش ويستخدميت ذي الحق إني يثمس إلي فيه توا نعرف رميت توا سادو المظلة استعمار أسبانيا ذاني تسد غايش المنشور النص معروف مولاي محمد توا دا صحفي بالجريدة ومقام تيليغرام ديال الريف الجريدة توا الأهداف الناس هو الدفاع عن مصالح إسبانيا دي المغرب نيغو بشكل خاص دي الريف اللي هي منطقة اللي هو المنطقة الحماية إسبانيا المنشورة والدة مؤرخ بالخميس 6 ذي شوال 1325 موافق ل الخميس 14 نوفمبر 1907 السنة السادسة الجريدة العدد 1784 نص المنشور حرفيا في هذه الأيام حل القائد الجيلاني بقصبة سلوان ففرح به مولاي محمد هو بوحمارة يقارس خطابي ذي وقت النس قارس مولاي محمد وشكره على ما فعل بعصبة الجهل يقصد زي سيريفيين لأنه قائد الجنالي كوات زي حسيمة تغث يساس المحل النس يساسيت ذي الحسيمة نيغ قباري نقور ذي النواحي لأسباب سياسية الناس اسبانيا جمع السنين رحنوض النش يجمع السنين رحنوض النص طلب سجن تبرات يسكست وحمارة ومن بعد من ياخذ السيور يجي الموضوع الناني ثم يدور دغا سروان وشكره على ما فعل بعصبة الجهل الذين هم بهائم في صور رجال أهل الريف بهائم في صور رجال أهل الريف وقد سحب معه من هذا الجنس 5000 منهم من أتى بطيب نفس ومنهم من أتى رغما على أنفه وبمجرد حلوله بقصبة سلوان فرض مولاي محمد بوحمارة على قلعية مونة لهذه الأوباش خبزا وغيره يعني الناس نقرعين التويم رمونة التويم ماشا يغشن الأوبشة يعني 5000 نيوذن يمعين زي الحسيمة وغيره وعن قريب تقع مقاتلة عظيمة مع المحلة الشريفة مع الاستعداد التام من الجانبين لا يخفى أن جوارنا أهل قلعية
لا يطيب لهم عيش ولا يرجون لأنفسهم راحة لما هم فيه من الكد والتعب والمشقة الشديدة من التموين وتأدية المفروضات يعني من توغسي تتابع حمار توي تتابع حمار ترديش مقاسن يقارسنا ويتيو أو يتيو الغلة بس العسكر. ولما نزل القائد الجيلاني بنواحي بني توزين حاربهم أشد المحاربة فأظهروا التجلد إظهار قصحا فلم يقدر على تمكن من التغلب عليهم وإذ مشى أثني يغرب فاجتمعت عليهم يعني بوحمار باش نسقان القائد الجناني للجيش النس اجتمعت عليهم أوباش قبائل الريف من كل ناحية ومكان وأحدقوا بهم فلم يروا بنو توزين في التمادي على القتال نتيجته وتحققوا أنهم خذون فعند ذلك أذعنوا للصلح وإلقاء السلاح وقدموا على القائد الجيلاني طالبين الأمان فلما تمكن منهم قبض منهم 6 مساجين وعلقهم من أرجلهم على الأشجار وهم ينادون بطلب العفو فلم يلن لهم قلب الجيلاني ولم يصغي لحنين صوتهم فأقبلت نساءهم وهن باكيات متضرعات طالبات للعفو والصفح فلم تأخذه الشفقة والرأفة لأنه ليس من شأنه ذلك ثم تمادى يعني ذكو عدي النس على الأرياف يوذا نعرف رسشوا نعرف يتمادى خسن كتار يفرض عليهم ويأخذهم أخذا وبيلا حتى جمع منهم أموالا عظيمة وقبض منهم نحو 200 من المساجين كلها في السلاسل والأغلال يعذبون بأنواع العذاب حتى أخذ الله بهم وأنفذ ما قضاه وقدره عليهم من الوعيد لكان الله لهم دابو كزنتيرين. ثم قدم بعد ذلك لسلوان مريدا منصورا وعن قريب يقع قتال مع المحل الشريفة النازل بين البحرين نطلب الله العلا المتيوع وإعزازه وبعد حلول الجيلاني بسلوان أمر مولاي محمد بوحمارة قبيلة قلعية بجمع المونة لمحلة الجيلاني بعد أن قبض أكابرهم في سلوان يمنع الشيوخ نيتشي شاي من عيثن تقبيتش قلعيين يمنع عيثن في سلوان يحبسين لأنهم لم يرضوا بذلك ثم أرسل فوارس يعني صحابي كسان عسكر سياسي كسان للأركمان مريدا أن يقطع على المحل الشريفة المصارفة مع كبدانة ويصرم حبال المعاملة تضييقا عليهم. على حسب مولاي محمد وقت اللي توغث سدو طبيعة الحال ميظل اسبانيو تو مرة مش سقان تعبيرات الناس نغ توجهات الناس نغ تصريحات الناس نغ كتابات الناس توهيت لصالح الاستعمار طبيعة الحال بغيت ما ضيفايا تو مرة مني
توغيتاريين توغاد لصالح قوى الاستعمار، توغاث الكتابة نستوين ضد ضوء الريف، ضد مسلمن، ضد المجاهدين، ضد إمارة ويتوغيت نظلا من ضد الاستعمار. ثم غرمي ينقرب 180 درجة يدور يمار من توغيقان تاعهم زوا يدور يكسيت زيرو قارشين يبدا يتق من توغتقن يبدا نوم التويقان الأوباش أيوز إكنيو.